الله وبركاته حبايب قلبي طلاب تانية ثانوي عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله يا ابطال هنكمل مع بعض حل في يونت 7 من كتاب المعاصر. مهم جدا يا ابطال الجراماتيكال هنتس دي او اللانجوج هنتس اللي هي الملحوظات لغوية. دي بتبقى ملحوظات لغوية عامة من قواعد اللغة الإنجليزية كلها، مش قاعدة معينة يعني. طب يا مستر اذاكرها ولا ما اذاكرهاش؟ والله من وجهة نظري هي مهمة جدا جدا جدا، ولكن انا عايزك تذاكرها من خلال الاسئلة اللي احنا هنحلها. يعني انا هقول لك القاعدة من خلال السؤال اللي قدامك عشان تفهم القاعدة بتيجي ازاي في السؤال. تمام. وفي حاجات منها حاجات سهلة جدا جدا جدا، وفي حاجات تانية مكررة خدناها قبل كده، وفي حاجات ممكن تكون جديدة عليك. انت فاهم؟ في حاجات سهلة وفي حاجات مكررة، وممكن حاجات جديدة عليك سهلة برضو ان شاء الله. طبعا عندنا ترجمة وقطع وهنحل الامتحان ان شاء الله. شوف مع بعض اول سؤال يا ابطال، بس ما تنساش تعمل لايك بالفيديو وتشترك في القناة جميل عشان يوصلك كل جديد. واول سؤال هنا بيقول I wish I more for this test. I can't answer a lot of questions. واحد بيقول وهو قاعد في اللجنة، بيقول أنا أتمنى يعني كنت أتمنى إن أنا أعمل إيه. طبعا يقول هنا أذاكر أكتر للامتحان الاختبار ده. وبيقول إيه كمان بقى؟ I can't answer، أنا مش عارف أحل، لا أستطيع أن أجاوب أو أجب أو أن أجيب على الكثير من الأسئلة. يبقى هو قاعد في اللجنة وبيندم على حاجة كان المفروض يعملها في الماضي. تمام. يبقى هنا الكلام على ايه؟ تمني فين؟ في الماضي. تمني فين يا ابطال؟ في الماضي، لان سياق الكلام بيدل على كده. تمام. طب لما يكون تمني في الماضي وعندي كلمة وش، التمني في الماضي مع كلمة وش، بستخدم ماضي ايه يا ابطال؟ الماضي التام اللي هو بيتكون من هاد زائد التصريف الايه؟ زائد التصريف التالت. من هاد زائد التصريف التالت. يبقى وش لما يكون مع تمني في الماضي يبقى هاد والايه؟ والتصريف التالت. هتبقى ايه يا ابطال؟ هاد studied، كنت اتمنى ان انا اذاكر كويس في الامتحان، انا دلوقتي مش عارف ايه احل حاجه. طب ايه كمان؟ ايه كمان اللي بيجي معاها اللي زي وش؟ يبقى انا عندي وش، وعندي كلمه كمان would، كلمة اسمها would rather. would ايه؟ rather معناها أفضل. وكلمة تانية it's it's ايه؟ it's time. it's time. تمام. أي واحدة من دول لما تعبر عن الماضي بستخدم بعضهم الماضي التام اللي هو had زائد الايه؟ التصريف التالت. طب أي حاجة بتعبر عن الماضي أو تعبير زمني بيدل على الماضي. طب مفيش حاجة بتدل على الماضي يبقى استخدم ماضي بسيط. زي المثال ده بيقولك هنا I wish I to بورسعيد last week. كان بيقول هنا كنت أتمنى إن أنا أروح بورسعيد الأسبوع اللي فات. عندها حاجة، دي كلمة بتدل على إيه يا أبطال؟ على الماضي. يبقى على طول هستخدم الماضي التام اللي هو had والتصريف التالت. تمام. ما تنساش الحتة دي. it is the governor's responsibility، إنها مسؤولية المحافظ. governor يعني إيه؟ المحافظ. تمام. أو المحافظة أو المحافظ هنا. he would أهي he would better أو sorry had better. هي would rather و had better. لما تلاقي would، لما تلاقي دي كده يبقى had better، والتانية would rather. من الأفضل consider he had better consider the expansion to public transport network. كان من الأفضل له أو كان المفروض اللي هو يعني يعتني أو يأخذ بعين الاعتبار أو يهتم بإيه أبطال؟ بتنظيم ال expansion اللي هو التوسيع. توسيع الايه ابطال او التوسع في شبكة الايه؟ النقل العام. بسيطة جدا يا ابطال. عندي consider organize organizing organization organizer. طبعا consider بسيطة جدا بيجي بعدها الفيرب وبضيف له ايه؟ ing. يبقى تبقى يا ابطال organizing. دي مسؤولية المحافظ، كان المفروض ان هو يهتم بتنظيم توسيع شبكة الايه؟ النقل العام. I would rather. would rather اهي هنا بقى تبقى ايه؟ دي اختصار لكلمة would.
I would rather he the conference yesterday. عايز يقول هنا يعني انا بتمنى او كنت اتمنى اللي هو يحضر الاجتماع بتاع امبارح. طيب لما تلاقي would rather او it's time وفي حاجة بتدل هنا على الماضي، يبقى بختار ايه؟ ماضي تام. يبقى هتبقى ايه ابطال؟ had attended. had ايه؟ attended. الفكرة واحدة بسيطة مفيهاش اي حاجة. هنا بقى عندي فكرتين في المثال الخامس والسادس. بيقولك هنا the team who won the Champions League being honored. بيقولك هنا الفريق الذي فاز بدوري الأبطال يكرم. تمام. عندي تيم دي أبطال تحتمل معنيين. لو بتكلم عنها كوحدة واحدة يعني كفريق، فريق واحد، فايه بيجي معاها الفعل مفرد is مثلا. طب لو بتكلم على أعضاء الفريق كلهم، كل عضو من أعضاء الفريق، إن كل واحد من أعضاء الفريق هنا يعتبر جمع، فهستخدم ايه؟ الفعل are. طب هحددها ازاي يا مستر؟ باللي بعده، بعبارة الوصل أو ضمير الوصل اللي بعدها. والله لو هو يبقى ايه؟ ده يعتبر جمع. بتكلم هنا على أعضاء الفريق كل عضو لوحده، فهيبقى جمع. فهنا هختار ايه أبطال؟ are. واللي being honored دي مضارع مستمر مبني للايه؟ للمجهول. مضارع مستمر مبني للمجهول، يعني مش هتنفع is ولا has ولا have وhas ما ينفعش يجوا في المضارع المستمر مع being، و is مش هتنفع لان بتكلم هنا عن حاجة جمع. اللي بعدها نفسها بالظبط، ولكن جايب لي هنا ايه؟ which دي بتدل على حاجة غير عاقل. فالفريق كوحدة واحدة حاجة مفرد، فمش هينفع نختار الا المفرد يا ابطال، لان هنا ايه؟ التيم هنا بيتكلم على الفريق ككتلة واحدة، مش كل واحد لوحده. تمام. تمام. نشوف اللي بعد كده. بيقول لك هنا where did you go during your last holiday. أين ذهبت يعني أثناء عطلة أو أجازتك اللي فاتت. also أيضا ولا else أيضا ولا to اللي هي جدا ولا neither لا، لا هذا ولا ذاك، يعني neither و nor، لا هذا ولا ذاك. also أيضا هي يعني also مش بتيجي بعد الإيه؟ مش بتيجي بعد أدوات الاستفهام. else هي اللي بتيجي بعد أدوات الاستفهام. where else هنا هتبقى معناها إيه؟ أيضا، وبتيجي بمعنى برضو آخر. تيجي بمعنى كلمة آخر. else تيجي بمعنى كلمة آخر. تمام. ف where else did you، لأن where أو else بتيجي بعد أدوات الاستفهام. I came إنما also لا. I came across a group of boys in the canal. أنا تصادفت. came across يعني تصادفت مع مجموعة من الأولاد اللي عايز أقول كانوا بيسبحوا فين؟ في القناة أو الترعة يعني. swims ولا swam ولا to swim ولا swimming؟ طبعا هي هتكون swimming، لأن came across من الأفعال اللي بيجي بعدها إيه أبطال؟ الفعل، وبضيف له ing. رقية finds it to understand math. رقية يعني finds it يعني لقت ان ايه ابطال؟ اللي هي تذاكر او تفهم الرياضيات. hard وجدت صعوبة، ولا hard اللي بالكاد، ولا hardy؟ مفيش حاجة اسمها hardy. hard نص صعوبة مش هتنفع. هي هتبقى ايه ابطال؟ hard. وجدت إن يعني it hard مش مفروض finds it hard. وجدت انه من الصعب هي تدرس او تذاكر الماس. find بعدها مفعول، بعدها to بعدها صفة، بعدها to الايه؟ to والمصدر. تمام. يجد شيئا ما كذا كذا على حسب الصفة اللي هو جايبها. find it hard to understand it أو math. I didn't أو I did all these jobs my own. That's why I am dead tired. لما تقول I am dead tired يعني أنا مرهق جدا، ميت من الإرهاق زي ما بنقول. I am dead tired. بقول لك أنا قمت بكل هذه الوظائف، عايز أقول بمفردي أنا مرهق جدا. from ولا off ولا of ولا on؟ طبعا يا أبطال هتكون هنا on my own on my own بمفردي. on my own بمفردي، إنما of my own يعني ملكي. تمام.
هنا طبعا متجيش مع of ولا ايه from، هما الاتنين دول بس اللي عندنا. My brother makes a lot of noise. اخويا يعني يصدر الكثير من الضوضاء. So I want to have a room my own. لذلك انا اريد غرفة بمفردي، عاوز غرفة سوري، عايز غرفة ملكي، تبقى ملك لوحدي يعني. هتبقى هنا ايه ابطال؟ هتبقى هنا of. ما تنساش الحتة دي مهمة جدا. There was too much noise and he was starting nervous. كان في ضوضاء كتير جدا وهو بدأ ان هو ايه ابطال؟ يتضايق. عندك start لما يكون فيها ing يبقى على طول بجيب بعدها to والمصدر. طب لو ما فيهاش ing عادي ممكن نجيب بعدها to والمصدر او الverb plus ing زي المثال اللي عندنا تحت. بقول لك هنا Lean took the medicine and soon she started better. لين أخدت الدواء وبدأت لاحقا إن هي أو بعد فترة اللي هي يعني بدأت اللي هي تتحسن. getting ولا to get ولا A و B ولا to getting؟ طبعا هي هتكون ايه أبطال؟ A و B، لأن start مفيهاش ing، فعادي ممكن أجيب to المصدر أو الفيرب ايه plus ing. مستر محمد taught me English. مستر محمد علمني إنجليزي، أو علمني إزاي أتكلم إنجليزي. to speak ولا how to speak ولا what to speak ولا A و B؟ طبعا هي هتكون او بي، لان taught me to المصدر عادي، او اداة استفهام و to المصدر عادي مفيش اي مشكلة. يعني لو هو قال مستر محمد علمني كيف اتحدث انجليزي، فهتكون رقم بي صح. او لو قلت مستر محمد علمني ازاي اتكلم انجليزي، هي نفس المعنى، فعادي ممكن اشيل اداة استفهام ممكن احطها، مفيش اي مشكلة. نطير مع بعض على طول يا أبطال على القطعة. يقول لك هنا no smoking is what we read in closed public places and public means of transport. ممنوع التدخين ما نقرأه في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل المواصلات العامة. Scientists have found links between smoking and العلماء وجدوا رابط أو يعني روابط أو علاقة قوية بين التدخين و numerous health problems، وعدد كبير جدا من أبطال من الأمراض أو المشاكل الصحية including بما فيها بقى الكانسر اللي هو السرطان، heart disease أمراض القلب and lung وأمراض التنفس. on average في المتوسط بيقولك smokers die 10 years sooner than non-smokers. اللي بيدخنوا بيموتوا بدري 10 سنين اكتر او اقل من اللي ما بيدخنوش. نون سموكر يعني اللي مش بيدخنوا، يعني اللي بيدخنوا بيموتوا قبل اللي مش بيدخنوا ب10 سنين. طبعا مفيش حاجة تدل على ده، لان يعني محدش عارف الموت الا ربنا سبحانه وتعالى. وان كان ان برضه التدخين والحاجات دي انت بتقتل نفسك بنفسك يعني، فاهم؟ فهي ممكن تكون سبب قوي ان الانسان يعني يهلك نفسه. تمام، بس ما تقدرش تقول ده قبل ده وده امتى وده امتى، لا ملناش دعوه بالحته دي. according to ده بقى اللي بيجيب الاحصائيه دي مين؟ according to وفقا ل the Centers for Diseases Control and Prevention، اللي هي مراكز حمايه الحمايه والتحكم في او مكافحه الامراض. despite بالإضافة إلى ذلك the risks أو على الرغم من the risks اللي هي المخاطر almost many adults smoke and they can't stop smoking. العديد من اللي هم المدخنين أو البالغين اللي بيدخنوا لا يستطيعون التوقف عن التدخين. the main reasons السبب الأساسي أو الأسباب الرئيسية اللي باقي أبطال ما بيقدروش يبطلوا تدخين is nicotine is addictive and eliminating the habit is difficult. لان التدخين او الدخان السجاري اللي بيشربوه دي ابطال فيها ماده طبعا زي ما احنا عارفين كلها اسمها النيكوتين. دي ماده اصلا الجسم بيفرزها بشكل طبيعي ولكن بنسبه معينه. انت لما تشرب سجاير او مخدرات وحاجات من دي بتتفرز بكميه كبيره جدا، فعقلك بيدمنها بيبقى عاوز كتير زي الدوبامين كده بالظبط، بيبقى عايز كتير. فانت لما تيجي تبطل لا الغدة اللي كانت بتفرز الموضوع ده بطلت اصلا، لانها بيجي لها مصدر تاني فالجسم مش محتاج، فهي تلقائيا بتقفل
لان الجسم مش محتاج المادة دي ومتوفرة بشكل كبير، فايه تعطلت عن العمل. فانت لما تيجي توقف التدخين، الغدة اللي كانت بتفرز النيكوتين ده ما عادتش ايه بتفرز، وانت كمان بطلت تدخين، فانت بتحس ان انت مهايبر وبترجع تاني. فلذلك هي addictive، اللي هي إدمانية is addictive and eliminating the habit is difficult. يعني إدمانية، مادة إدمانية، والتخلص من العادة دي صعب جدا. تمام. however، علاوة على ذلك there is much support and help available. على الرغم من ان فيه يعني دعم كبير ومساعدة كبيرة متاحة. بيفضل بقى يتكلم لك هنا عن السموكينج ومخاطره، وان هو يعني ممنوع، باند دي ممنوع في السينمات والاماكن العامة. they هنا عايدة طبعا على مين؟ على النون سموكرز اللي هم غير المدخنين. وبيقول لك ان الحريم او الفيميلز ما بيدخنوش او ما بيصابوش بامراض كتيره زي الرجاله، لانهم ما بيسحبوش النفس اللي جوه قوي زي الرجاله. فايه ما بيتعبوش كتير زيهم. تمام. وان كان اصلا كون ان الواحده تشرب سجاير دي في حد ذاتها مصيبه وحاجه، يعني حاجه قبيحه جدا لأي حد، يعني يبص أو يشوف المنظر ده، أو أي حد كويس يعني، ولو نص كويس حتى. نشوف الأسئلة بقى يا أبطال. أول سؤال: The main idea of the passage is about the of smoking. يعني شوفوا القطعة قد إيه كبيرة جدا، بس الأسئلة هتلاقيها تافهة جدا. الفكرة الرئيسية في القطعة دي يا أبطال عن إيه بتاع التدخين. dangers مخاطر، pros إيجابيات، طبعا ملوش إيجابيات. causes أسباب، ولا symptoms اللي هي الأعراض. طبعا بيتكلم عن dangers of smoking، مخاطر التدخين. they لسه قايلك دلوقتي عايدة على مين يا أبطال؟ على non smokers اللي هم غير المدخنين. رقم 3: non-smoking females have death rate from heart diseases than men cigarette smokers. بقول لك هنا النساء غير المدخنات عندهم، عايز اقول معدل موت ايه من امراض القلب من الرجاله اللي بيدخنوا سجاير. طبعا لوير اقل لانهم مش بيدخنوا، فاكيد معدل الموت اقل، وبرضه ملهاش علاقه، بس هو ده ايه تنبؤات وكده. according to the passage، وفقا للايه، وفقا للفقرة، there is a link between smoking and، في رابط قوي أو علاقة قوية بين التدخين وإيه؟ هيديك الصداع، فيفر السخونية، diabetes مرض السكر، ولا كانسر؟ طبعا الكانسر زي ما قرأنا. banned اللي هي ممنوع أو محظور. similar in meaning to يعني مرادفة لكلمة ايه أبطال؟ طبعا prohibited اللي هي ممنوع او محظور او محرم. profitable يعني مثمر، مش هتنفع. available متاح، مش هتنفع. permitted اللي هو يعني أذن، مش هتنفع. جاي من كلمة permission اللي هي إذن. nicotine is an addictive chemical اللي هي مادة كيميائية إدمانية. تمام. so it is لذلك إنها for smokers to stop smoking، إنها بتعمل إيه في المدخنين اللي هم يتوقفوا عن التدخين. possible من الممكن المدخنين هم يوقفوا، ولا hard صعب جدا عليهم، ولا easy سهل، ولا probable اللي هو من الممكن. طبعا هو من الممكن طبعا، ولكن بيبقى hard. according to the passage، وفقا للقطعة smoking affects the system most. التدخين بيؤثر على النظام ايه اكتر؟ circulatory اللي هو النظام الدورة الدموية، ولا digestive اللي هو النظام الهضمي او الجهاز الهضمي، respiratory اللي هو الجهاز التنفسي، ولا immune الجهاز المناعة؟ طبعا هتكون respiratory system. doctors advise non-smokers not to smoking، لكن الدكاترة بينصحوا اللي هم غير المدخنين not to smoking اللي هم ايه؟ avoid يتجنبوا التدخين، ولا start ما يبدأوش التدخين، ولا stop يتوقفوا عن التدخين، ولا neglect يتجاهلوا. طبعا بينصحوا غير المدخنين اللي هم not to start لا يبدأوا، not ايه not to start ما تبدأوش تدخين. لو قلت لو ممكن تتلخبط تقول avoid smoking تتجنب التدخين، بس ما تنساش اللي فيه نقطة هنا. لو قلت not to avoid smoking
يعني لا تتجنبوا التدخين، ده معناه اللي هم يروحوا يدخنوا، فانت قلبت المعنى. لو مفيش نط كنا قلنا avoid عادي، انما not to start لا تبدأوا الايه، التدخين. تمام يا ابطال، نطير على طول على الترجمة. يقول لك هنا ايه: there are many advantages to living abroad. يوجد العديد من المزايا للعيش ايه، بالخارج. where one can gain many experience، حيث يمكن للشخص أن يكتسب العديد من الخبرات. knowledge المعرفة. other cultures معرفة الثقافات الأخرى يعني. as well as بالإضافة إلى ذلك developing their abilities، تطوير إيه، قدراتهم. طبعا يا أبطال الجملة الصح عندي هنا هتكون رقم دي. الصح عندي هنا هتكون رقم إيه يا أبطال؟ هتكون رقم دي. تمام. الأولى غلط، لأن قال لك هنا الأموال، هو ما قالش الأموال، هو قال experiences اللي هي الخبرات، فهنا دي غلط. هنا قال لك هناك الكثير من المزايا للعمل بالخارج، وهو قال لك living ليس work، دي مش هتنفع. ولكن التطلع إلى، ما قالش التطلع، هو قال الإلمام بي. الإلمام بي اللي هي إيه بقى؟ بالثقافات، اللي هي knowledge of other cultures، معرفة الثقافات الأخرى. فهنا هيقول لك لصح رقم دي. هناك الكثير من المزايا للمعيشة بالخارج، حيث يستطيع المرء اكتساب الكثير من الخبرات والإلمام بالثقافات الأخرى، بالإضافة إلى تنمية الإيه، تنمية قدراته. اللي بعد كده يا أبطال بيقول لك هنا unity and cooperation، الوحدة وإيه، والتعاون are the necessary qualities which we need to succeed in our national projects. بيقول لك هنا صفتان ضروريتان اللي احنا بنحتاجهم، او اللتان نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا القومية. so لذلك we must help، يجب أن نساعد and support each other، ونعاون وندعم ونساند بعضنا البعض. طبعا الأولى هي صح يا أبطال. إن الوحدة والتعاون هما الصفتان الضروريتان اللتان نحتاجهما. ماشي، هو قال لك في رقم بي لا نحتاجهم، لا هي نحتاجهم. إن الوحدة والتعاون هما الصفتان الأساسيتان، لا هي الضروريتان، وإن كان الأساسيتان عادي مفيش أي مشكلة، ما هي الأساسية هي الضرورية، لكن هنا ترجمة حرفية، فإيه هنعتبر دي إيه، غلط. في الأخيرة غلط، لأن قال لك يجب ألا نساعد ونساند ونساهم مع بعضنا البعض، لأ مفيش ألا هنا مش هتنفع، ومع برضو إيه مش هتنفع. تمام. مم. تمام، يبقى رقم ايه هي اللي صح. ايه من عربي لإنجليزي بقى يا أبطال، نشوف هنا أول واحدة معانا. بتقول لك هنا التعليم أساسي للطلاب في كل الأعمار في كل مكان في العالم، فهو عملية اكتساب المعرفة والقيم والمهارات والعادات الإيجابية. تمام. طبعا رقم سي هي اللي صح. رقم ايه غلط، لان قال لك هنا، هو قال لك هنا فوق اكتساب المعرفة، تمام، ادي كده رقم واحد، وبعدين القيم رقم اتنين، والمهارات رقم تلاتة، والعادات الإيجابية رقم أربعة. هنا هو جايب لك ايه، تلاتة بس: knowledge skills positive habits، فهو نسى كلمة ايه، قيم اللي هي values، فجاب تلاتة بس، فدي ايه غلط، مع ان كل الباقي صح ما عدا الكلمة اللي هو نساها دي، فايه غلط. قال هنا اكتساب، يعني هو قال هنا عملية اكتساب، عملية اكتساب يعني acquiring وليست achieving يعني تحقيق المعرفة، لا هي اكتساب acquiring، فهنا achieving مش هتنفع برضو. تمام، يبقى أنا كده عندي الأولى غلط، ورقم بي غلط عشان كلمة achieving، ورقم دي برضو غلط عشان كلمة achieving وعشان كلمة negative habits. negative يعني سلبية وليست إيجابية، يبقى رقم سي هي صح. Education is essential for students of different ages all over the world. It's the process of acquiring knowledge, values اللي هي القيم، skills المهارات، and positive habits العادات الإيجابية. اللي بعد كده يا أبطال بيقول لك هنا التعليم هو عملية يكتسب الناس من خلالها المعرفة والمهارات والقيم التي تساعدهم على أن يصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع، لذا يجب على الآباء والمعلمين أن يتشاركوا في هذه المسؤولية. طبعا الأولى صح، لأن لكن education is a process by which people acquire knowledge, skills and values that help them. هو قال لك هنا المهارات والقيم، المعرفة والمهارات والقيم.
ما قالش or، ما قالش أو القيم، يبقى كلمة or دي غلط، هي المفروض and. تمام، يبقى كده رقم ايه دي غلط. وقال لك اكتساب المعرفة acquire. acquire يعني اكتساب، ما تنساش الفعل ده. مش take، مش هناخد المعرفة، احنا هنكتسبها. وان كان اللي take برضو ممكن تكون صح، ولكن numbers هي غلط. وقال members اعضاء المجتمع، members in society، مش numbers ارقام. وقال لك persons برضو هنا اللي هي الناس او الاشخاص في المجتمع ممكن تنفع، ولكن اللي مش هتنفع خالص اللي هي share this responsibility، عدم تحمل المسؤولية. لا، هي المفروض responsibility اللي هي تحمل المسؤولية. يبقى كده رقم ايه اللي صح يا ابطال؟ رقم ايه. education is process by which people acquire knowledge, skills and values that help them become useful members in society. Therefore, parents and teachers should share this responsibility. تمام. تمام، دي كانت المهارات. نطير على طول يا أبطال على الاختبار ونشوف عندنا ايه. طبعا سيبك من الكلام ده كله، تعال نشوف الاختبار. ولكن هنا I was over the moon، أنا كنت سعيد جدا. when I one of my first school teachers، عندما ايه واحد من مدرسين المدرسة الابتدائية. كيما كروس تصادفت ولا جت اب ولا used to ولا pick up يعني يلتقط مش هتنفع. used to يعتاد على مش هتنفع، او يعتاد على. جت اب استيقظ مش هتنفع، هي تكون يا ابطال كيما كروس تصادفت معه. success in life needs patience، النجاح في الحياة يحتاج صبر و hard work، عمل الجاد. strong will إرادة قوية. وإيه كمان؟ أكيد determination اللي هو الإيه العزم والإصرار والتصميم. مش destination وجهة الوصول، ولا deterioration اللي هي التدمير أو الدمار، ولا cultivation اللي هي الزراعة. he to provide his family with their needs، هو يا أبطال اللي هو يزود عيلته أو يمدها بالاحتياجات اللي هم عايزينها. distracts يتشتت، ولا struggles يكافح، ولا includes يتضمن، ولا structures تركيبات أو أبنية. طبعا هتكون struggles اللي هو بيكافح لإيه لكي يوفر احتياجات عائلته. I asked my friend to meet up from the airport، انا طلبت من صديقي ان هو يعمل معايا ايه من المطار. يلتقطني، مش يلتقطني بقى اللي هو يلتقطني، لا اللي هو يوصلني، يعني يجي ياخدني من المطار يروحني. هتكون pick up يا ابطال. get مش هتنفع لان get up يستيقظ. grow up يكبر او ينمو. bring up يجلب شيء ما، مش هتنفع. my My teacher usually shows great to motivate us to achieve more success. المدرس بتاعنا عادة بيظهر ايه كبير جدا لنا يا أبطال عشان يحفزنا ان احنا نحقق نجاح اكتر. unkindness اللي هي فظاظة او عدم العطف، مش هتنفع. cruelty قسوة، مش هتنفع. encouragement ولا discouragement تثبيط، مش هتنفع. هي بيظهر لنا او بيدينا وبيمنحنا encouragement تشجيع عشان نحقق ايه نحقق اهدافنا في الحياة ونجاح اكتر. the air conditioner must have its own power supply، ولكن هنا تكييف الهواء يجب أن يكون ليه إيه الخاص مزود الطاقة الخاص بيه. مزود الطاقة ده بقى يكون إيه؟ intended نوى، ولا prohibited ممنوع، ولا dependent اللي هو معتمد على، ولا independent مستقل. طبعا هتكون هنا إيه مستقل. مش مستقل معناه اللي هو حر بقى واستقلال وكده، لا ده معناه اللي هو يكون ليه مزود كهرباء او سلك كهرباء خارجي. حتى بيقولك في سلك للتكييف وفي فتحة معينة للتكييف، لأن سحب الطاقة غير سحب اللوند والكشافات والحاجات البسيطة دي. تمام. My brother writes down his thoughts in his personal every night، ولكن أخويا بيدون أفكاره في إيه يا أبطال شخصية بيه كل ليلة. ديري منتجات الألبان، ولا article مقال، ولا essay مقال، ولا diary اللي هي مفكرة. طبعا هتكون الدايري اللي هي المفكرة. now the house to me، الآن المنزل ده عايز أقول ملكي. قلنا قبل كده أفعال الملكية لا يضاف لها ing وتأتي في المضارع البسيط. this house أو the house
is belonging مش هتنفع. belongs ممكن belong مش هتنفع لان هنا اللي بتكلم عنه مفرد، مش هينفع اجيب بعده المصدر. belonged مش بتكلم في الماضي، بتكلم في المضارع، يبقى belongs to me. دي معناها اللي هي my house بينتمي لي، او this is I. مثلا لو في كلمات تانية يعني ممكن يقولك I owns او I own this house. تمام. او this house is mine. في كلمات كتير يعني. now he tired and exhausted. الآن هو يعني مجهد او مرهق ومتعب جدا. I think he is going to have a rest. اعتقد اللي هو هياخد قسط من الراحة. he look مش هينفع اجيب المصدر. looks يبدو، ولا is looking ينظر الى، ولا was looking كان ينظر الى. ما فيش حاجة بينظر اليها، انا عايز اقول هو يبدو looks. ليه؟ لان بعده هنا صفة. I am going to make coffee a cup. انا راح اعمل قهوة، وقام سأله سؤال هنا اجيب لك هل تريد فنجان. do you want ولا are you wanting. want لا يضاف لها ing. need لا يضاف لها ing. do لا يأتي بعدها اس، بيجي بعدها المصدر، فهتكون do you want a cup. اجيب لك فنجان معايا. يا ريت والله الدماغ عايزة فنجان قهوة بصراحة يعني. normally بشكل عادي او عادة. you are very sensible. انت او الطبيعي بتاعك انت sensible حكيم، تمام، وعاقل يعني. قام سأله so لذا why silly about this matter. silly يعني بسخف او بسخافة، تمام، بسخف او بوقاحة او بحماقة يعني، او باستخفاف. عايز يقوله لماذا تتصرف باستخفاف بحيال هذا الأمر أو حيال ذلك الأمر. why are you being هنا يا أبطال مش معناها، دي مش صيغة مبني المجهول. أولا لأن مفيش تصريف تالت. ثانيا إن being لو جت في الاستمرار بتيجي بمعنى يتصرف. تمام. فدي ممكن تكون هي اللي صح. طب التانية هنا مش هتنفع لأن عندي why المفروض يبقى بعدها أداة فعل المساعد وليس الفاعل. why do you silly لماذا أنت يعني بسخفة أو بسخافة، مش هتنفع. you are مش هتنفع برضه لأن المفروض الفعل المساعد قبل الفاعل، فهتكون why are you being silly with this matter. لماذا تتصرف بسخافة أو بحماقة مع هذا الموقف. new sources of energy these days. مصادر جديدة للطاقة في هذه الأيام. مصادر هنا يعني مش هتنفع is لأنها مفرد أولا كده. have developed هنا صيغة مبني المجهول، أنا عايز أقول تطور أو يتم تطويرها، يبقى دي صيغة مبني المعلوم في المضارع التام مش هتنفع، ودي صيغة مبني المعلوم في الماضي التام مش هتنفع. يبقى أنا عايز المضارع المستمر المبني للمجهول are being developed يعني تطور هذه الأيام. حازم this is annoying هذا مزعج. ده معنى اللي حازم بيعمل حاجة باستمرار مزعجة. always shout مش هتنفع. ليه؟ لأن أولا حازم مفرد، فكان على الأقل يضيف لك اس هنا، مش هتنفع. shout يعني هنا معناها يزعق وكده. طب shouts always مش هتنفع برضه لأن ظرف التكرار لو هيجي في المضارع البسيط بيجي قبل الفعل الأساسي. is always shouting ممكن دائما ما يصرخ أو يزعق يعني. always is shouting مش هتنفع لأن ظرف التكرار بيجي بعد verb to be وليس قبله. يعني المفروض هنا أقول is always shouting. حلينا جمل زي دي كتير في التدريبات اللي فوق. القصة دي قصة مدرسة اسمها ليلى، كانت زعلانة وكده ودخلت الفصل عند الطلاب، والطلاب لاحظوا ان هي كانت زعلانة، والطلاب كانوا مجهز لها هدية ومخبيينها. اول ما جات واحد منهم قام طالع وعطيلها الهدية، بس هي برضه كانت زعلانة، فهم سألوها زعلانة ليه يا ميسي وكده، فقالت لهم انا مضطرة ان أنا امشي من المدرسة بتاعتكم لان بابا تعبان جدا وماما كبيرة في السن، وانا لازم ارجع المدينة بتاعتي اللي انا كنت قاعدة فيها. فانا مضطر ان انا اسيب اسيب المدرسة، وان شاء الله
هبقى اتواصل معاكم عن طريق الايميلات، و نصيحتهم وقالت لهم ذاكروا كويس واجتهدوا عشان يعني تكونوا ناجحين، وكمان ايه، قوموا بافضل ما لديكم. ده ملخص القصة. عشان ايه؟ انا ما بحبش، بصراحة انا ما بحبش اللك كتير. يعني انا قرأتها وعارفها. القصة دي برضو كانت جاية في سنة من السنين اللي فاتت. يعني هنا جاية في بور فؤاد 24، كانت جاية برضو سنة 23 في محافظة قبل كده، في محافظة من المحافظات. فاهم؟ فأنا عارف القصة دي، فبدل ما أبدأ أقرأ لك كل ده كده، لأ أنا لخصت لك الحوار كله. تمام. The main idea of the passage is، الفكرة الرئيسية إيه يا أبطال؟ طبعا العلاقة الجيدة بين اسمها ايه، ليلى دي والفصل بتاعها. the good relationship او relation، العلاقة بين مس ليلى وايه والفصل بتاعها. مس ليلى كانت ايه؟ مدرس. the class teacher. school headmisters او headmister اللي هي الناظرة. تنفع. good student، طالبة جيدة. لا، هي مدرسة. ungrateful to her parents، يعني غير ممتنة لوالديها. لا، هي بتحبهم وممتنة ومطيعة ليهم. مس ليلى had to leave the school because اضطرت اللي هي تمشي المدرسة. ليه؟ زي ما قلت لك، لأن باباها كان تعبان، فاضطرت ترجع لإيه؟ للهوم تاون اللي هي مسقط رأسها. يبقى she had to return لأنها اضطرت إلى الرجوع إلى المدينة بتاعتها. Miss Layla planned to keep in touch with her students by خططت اللي هي تحافظ على التواصل مع طلابها عن طريق زي ما قلنا exchanging emails، اللي هي تبادل الإيميلات. تبادل إيه يا أبطال؟ الإيميلات. رقم 5 بيقول لك هنا it refers to، عايدة على إيه؟ طبعا it هنا عايدة على الهدية اللي هم كانوا عاينينها لميس ليلى. يبقى the gift for Miss ليلى. synonym of the underlying word devotes. devotes يعني يكرس أو يخصص. يكرس أو إيه، أو يخصص. معناها إيه هنا بقى يا أبطال؟ dedicates. معناها برضه يكرس أو يخصص. take يأخذ مش هتنفع. withdraw يسحب مش هينفع. let's يدع مش هتنفع. The students will remember Miss ليلى because of ولكن الطلاب هيفتكروا مس ليلى بسبب ايه؟ اللي هي كانت كويسة. her good qualities، اللي هي صفاتها الجيدة. qualities يعني ايه؟ الصفات الجيدة. آخر سؤال معانا يا أبطال. مس ليلى encouraged her students to، مس ليلى شجعت الطلاب اللي هم يعملوا ايه؟ طبعا زي ما قلنا اللي هو study hard and do their best، اللي هم يذاكروا بجد ويقوموا بأفضل ما لديهم. تمام. تعال نشوف الترجمة بقى. بيقول لك هنا طبعا الترجمة الأخيرة هي الصح، إن السفر للخارج ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه يساعدنا على التواصل مع الدول والشعوب الأخرى. الأولى غلط، لأن قال لك مع الشعوب الأخرى فقط، ما قالش الدول، مع إنه قال هنا countries. والتانية قال الدول وما قالش الشعوب، فغلط. وهنا قال لك وقد يساعدنا، لا هو قال لك لكنه. لكن هنا but it helps، لكنه مش وقد. ما قالش هنا احتمالية، هو قال لكنه يساعدنا. يمكن للشباب أن يتعاملوا مع أناس من ثقافات أخرى طالما أنهم قادرون على الاستفادة مما يناسبهم من تلك الثقافات والمحافظة على قيمهم وعاداتهم الأصلية. يبقى هنا رقم B هي صح. young people can deal with people from other cultures as long as they are able to benefit are، ما داموا قادرين على. ما قالش aren't، يبقى aren't هستبعدها، وكانت برضه هستبعدها، وكانت هنا هستبعدها برضه، aren't هنا هستبعدها. يبقى انا عندي ايه غلط، ورقم سي برضو ايه غلط. طب الاخيرة غلط ليه يا مستر؟ لان قالك هنا those cultures without preserving their original values and customs، بدون المحافظة على عاداتهم وقيمهم وعاداتهم الأصلية. لا، هو قال لك مع المحافظة على. قال لك هنا ايه؟ and culture and preserve اللي هو المحافظة على the original values and customs، اللي هي القيم والعادات الأصلية. فهنا يا أبطال رقم B هي اللي صح.
ده كان الامتحان والمهارات. اشوفكم في يونت 8، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.